مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. اليوم رحلتنا ستكون في ذاكرة المستعرب والكاتب والدبلوماسي الروسي الشهير أليك بيريسيبكين، الذي عمل فترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط، وقد بدأ عمله الدبلوماسي في اليمن عام 62 من القرن المنصرم قبيل اندلاع الثورة اليمنية التي كان شاهدا عليها والتي سيدور الحديث عنها في حلقتنا لهذا الأسبوع. تتابعون الحوار بعد هذا الملف التاريخي. مدير مركز الشرقين الأدنى والأوسط بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية أوليك بيريسيبكين يعد من أبرز المستشرقين والمتخصصين في منطقة الشرق الأوسط في روسيا، ولم تكن صدفة أن يقع الخيار على أوليك بيريسيبكين ليرأس المركز، فقد عمل سهاء 20 عاما في البلدان العربية، فكان سفيرا للاتحاد السوفيتي في اليمن وليبيا ولبنان، وزار فلسطين أكثر من مرة بصفته ممثلا للجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية. لكن تعرفه على المشرق العربي بدأ من اليمن، فقد قدم إليه بعد تخرجه من معهد العلاقات الدولية بموسكو عام 1959. كيف تقيمون نتائج الثورة اليمنية طبعا من وجهة نظركم أنتم كدبلوماسي روسي عمل في اليمن؟ كما سبق أن قلت، كنا جميعا نعتبر اليمن متحفا للعصور الوسطى في الهواء الطلق، وكان خروشيوف محقا بالفعل، إذ كان النظام الجمهوري أكثر تقدمية من النظام الملكي، وبالتالي من النظام الثيوقراطي المطلق الذي كان قائما في اليمن. ولو ألقينا نظرة على اليمن الحاضر فسنجد أولا أن لديه برلمانا مكونا من مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى ومجلس النواب، وتجري هنا انتخابات رئيس الجمهورية، ويوجد نظام التعددية الحزبية. وأنا أعتقد أنه من بين إنجازات الرئيس علي عبد الله صالح الكبيرة هناك قبل كل شيء توحيد اليمن الجنوبي والشمالي. فقد كان اليمن الشمالي في توجهاته يميل إلى الرأسمالية، واليمن الجنوبي يميل إلى الاشتراكية. مع ذلك تغلبت إرادتهما على هذه الخلافات وتوصل إلى الوحدة. هذه الوحدة تمت منذ 18 عاما، ومع ذلك تستمر بعض التعقيدات حتى الآن. من ناحية أخرى هذا يحدث لجميع الوحدات. حدث هذا في ألمانيا بعد توحد قسميها الشرقي والغربي، فقد استمرت بعض الاحتكاكات. إن اليمن الموحد يمكن أن نسميه دولة إقليمية عظمى. اليمن المعاصر هو 20 مليون نسمة وجيش مسلح بالأسلحة الروسية. ولما كنا نرتبط بمعاهدتي صداقة مع اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، فقد كنا نصبح في موقف حرج للغاية عندما تنشب الصدامات الحدودية بين البلدين، فعلى كلا الجانبين خبراؤنا العسكريون وأسلحتنا. هكذا لم يكن هناك من له مصلحة أكبر من مصلحة الاتحاد السوفيتي في ألا يتشاجر اليمنان ويتقاتلا، وإلا كنا نجد أنفسنا في وضع غريب نقدم فيه العون لكلا البلدين المتحاربين. لذلك عندما كانت هذه الأحداث تقع تشرع موسكو في العمل فورا، وبالضرورة يوفد المندوبون السوفيت بالرسائل والمقترحات الرامية إلى تسوية الوضع. والحمد لله أن اليمن الآن دولة موحدة. الرئيس من الشمال نائب الرئيس من الجنوب، والحكومة مختلطة. إذا كان الوزير من الشمال فنائبه من الجنوب، وهلم جرى، أي أن البلد في طور التشكل، وهيئات السلطة أيضا تتشكل. الوحدة إنجاز عظيم. كانت الوحدة حلم الشعب اليمني. أما الإنجاز الثاني فهو التالي: عندما اتحد البلدان انتهت الصدامات المستمرة وبدأ الوضع يستقر، وأخذت الأموال الأجنبية تأتي إلى البلد. اليمن يستخرج اليوم قرابة 10 ملايين طن من النفط، ولديه أيضا الغاز، وقد توفرت له الأموال الآن ليطور بنيته التحتية ويشيد مشروعات جديدة، وتحققت طفرة تعليمية.
في اليمن الملكي كانت هناك مدرسة واحدة كان الغرض منها إعداد الكوادر الفنية الدنيا. هناك جامعة في كل محافظة تقريبا، وكلية للطب، وشيدت الطرق، أي أن اليمن يتطور اقتصاديا بالفعل. في واقع الأمر لا يوجد بلد يخلو من المصاعب حتى لو كانت ميزانيته كبيرة، ومع ذلك يجري تذليل هذه المصاعب. إن لليمن نفوذا كبيرا في العالم الإسلامي، فاليمن دخل الإسلام عام 628 أي في حياة الرسول، وأحد أركان الكعبة المشرفة في مكة يسمى الركن اليماني. وفي تصوري أن القيادة السياسية اليمنية الحالية تنتهج سياسة سليمة تماما، وإني لسعيد بنجاحهم، سعيد بأن هذا البلد الذي كان على أطراف الحضارة والثقافة المعاصرة أصبح اليوم إن لم يكن في الصفوف الأولى فعلى الأقل يشغل مكانة محترمة في العالم العربي. وهكذا فلليمن اليوم نفوذ واسع ليس فقط في العالمين العربي والإسلامي إذا أخذنا في الاعتبار تقاليده الإسلامية وتاريخ دخوله الإسلام، وإنما يمتد نفوذه إلى شرق إفريقيا، الصومال وإثيوبيا وتنزانيا. وهذا ما يجعلني أعتبر أن اليمن اليوم دولة إقليمية عظمى. سيادة السفير، شكرا جزيلا لكم على هذا الحديث. شكرا لكم.